هو مين احسن حد بيعمل فطار في اسماعيليه؟ هنجرب النهارده اول واحد واقدمهم هو هيفن. ناس تقول لي عليه ان هو مش احسن حاجه وناس كتيره بتشكر فيه. تعالوا النهارده نشوف مطعم هيفن هيبقى رايق ولا هنتضايق. هنطلب من عنده واحده سجق كيري، ودي اكتر فطيره بتبقى مشهوره عند بتوع الفطاير. مرحبا بكم في شركة هافن. الصلاة على النبي، هتلاقيه غالي ده، صعبين علينا الموضوع. لو سمحت كنت عايز فطيرة سجق كيري صغيرة، بكام هي؟ بص دي فطيرة كانت ب 205، فطيرة السجق ب 175 جنيه، وهم عندهم نظام كده غريب اسمهاش سجق كيري، لا هي اسمها فطيرة سجق وانت تحط الكيري القطعة ب 15 جنيه، احنا حطينا قطعتين. صراحة التغليف عجبني جدا، حاسس ان انا كنت رايح لطيبة بتاع الجاتوه، صح ولا انا متهيألي؟ حاسس ان انا رايح لطيبة اللي هي الخامة القماش دي. عين الشنطة دي هنحتاجها، ما ترميهاش. تعالي يا حاج، بسم الله الرحمن الرحيم. هي الريحة أحسن من الشكل صراحة. منديل، جلافزين. هي ايه قصة الجلافز الواحد ده؟ يعني ده منديل معطر، بس ايه حوار قصة الجلافز الواحد مش فاهم. بسم الله. هي مش سجق كسجق، هي سجق مفروم، عارف انت اللي هو السجق الاسكندراني ده، مش سجق بلدي، فمش عارف بقى هتكون حلوه ولا وحشه. بسم الله. توريقة العجينة رفيعة حلوة بس مش أحسن حاجة. يعني أنا صراحة في مرة كلت فطيرة في دهب كانت سجق كيري، عمري في حياتي ما هنساها. نفسي ألاقي حد واحد في إسماعيلية بيعملها. كل اللي في إسماعيلية هنا بيعملوا السجق اللي هو المفروم، لحمة مفرومة ويحط عليها خلطة السجق، مش السجق اللي هو اللي بيبقى القطع من بتاع الجزار. ك 205 جنيه، أنا شايف إن هي غالية. تنسوش بقى تصلوا على النبي. وهيفن صراحة مش هندخله في قائمة رايق ولا هنتضايق، هو في النص. لكن لو هو ظبط الدنيا بالسجق هيبقى في قائمة رايق جدا كمان. لا تنسوا تصلوا على النبي واكتبوا لي في الكومنتات أي مطعم أنتوا عايزين أجربه لكم تاني. استنوني في حلقات جديدة. سلام.